السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. اليوم جيت نعاود لكم القصه ديال واحد الاخت اللي بقات فيا، والله الا بقات فيا. كان كيسحاب لي غير انا اللي ضايقه المرات الصحابات. ساعات كاينين بزاف الاخوات بحالي. المهم، قال لك هذه واحد الاخت كانت هي وواحد صاحبتها، قال لك كثر من الخواتات. كانوا كيعاودوا كل شيء لبعضياتهم منين قبل ما تزوج. قال لك كانوا قال لك كثر من الخواتات. مستحيل ان كانت شي وحده فيهم غادي تغدر الاخرى. المهم دازت الايام، وهاديك جا واحد السيد تقدم ليها. المهم وافقات، داروا الخطبه، دارت العرس ديالها، مشات لدارها الى اخره. ما تفرقتش مع داك صاحبتها. قال كل مره كتجي عندها للدار، كل مره كتجي وتمشي، ولات شويه ولات كتجي كتبات، ولات شويه كتجي كتجلس باليومين معاها بثلاث ايام. قالك صافي الاخرى راه صاحبتها، يعني كثر من اختها، ما عندهاش شي نيه خايبه تجاهها. صافي كتقول هادي راه بحال اختي، راه مستحيل انه غادي يكون شي حاجه، شي غدر ولا شي حاجه. اصلا قالت لك ما كانتش كطيح لها في بالها. صافي كتجي بالعكس، هي كتفرح. قالك من كتجي كتجلس معاها يومين وثلاث ايام كتفرح. قال كتبقى عليا لا غير جلسي، خليني انا نتوجد، خليني انا نطيب، خليني انا نجمع. لا هادي عطيها لفلان، هادي المهم بلا ما نذكر سميت راجلها، لا هادي عطيها لفلان. ملي كيكونوا جالسين في الطبله، هاكا فلان، هاكا هادي انا نقي لك تفاحه، المهم الى اخره. قالك السيده صافي ما تخليهاش كاع الشك كاع. دازت الايام، صافي البنت ولات كيف ما قلت لكم كتجي عندها كتجلس يومين ثلاث ايام، تعاود تمشي، تعاود تجي يومين ثلاث ايام، تعاود تمشي. لدرجه انها ولات كتخليها في الدار والاخرى كتمشي، كتبقى في دارها بحال هكا مقابلها، وهي كتخرج تسخر، كتمشي لشي بلاصه. المهم بقات معاها الاخرى، كتحسبها اكثر من اختها. واحد الايامات داك البنت سهل عليها الله، لقات واحد الخدمه، مشات كتخدم، وهي كتجي عندها صاحبتها. صافي جات جلست معاها سيمانه، الاخرى كتخدم، وداك صاحبتها مقابله لها الدار، جالسه معاها في الدار. الاخرى كتقول بسعداتي انا لقيت اللي مقابله ليا الدار ومعاوناني وجالسه معايا. صافي بالفرحه عليا، ما ناوياش راه القضيه فيها المهم اليوم غدا دوزت السيمانه، مشات بحالها، لا دوزت عاوتاني 4 ايام 5 ايام في 6 ايام في دارهم، كتعاود ترجع عندها عاوتاني تجلس معاها سيمانه. المهم وهي غاده، قالت لك دازت شي 3 شهور ولا 4 شهور بحال هكاك، نهار على خوه شهر على خوه. واحد النهار قالك وهي تشكات في البنت انها المهم تبدلات، المهم شي حاجه القضيه فيها ان شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت لها مالكي شنو وقع لك، هاشي مالكي شنو كاين؟ صافي البنت تزيرات، وهي قالت لها نقول لك واحد الحاجه ولكن المهم تبقى بيناتنا. قالت لها مرحبا مالكي؟ قالت لها راني غلطت واحد الغلط، وراه قدر الله، وراه شنو وقع لي وشنو وقع لي ودابا راني حامله. قالت لها الاخرى تصدمات، كيفاش؟ قالت لها المهم هادشي هذا اللي كتب عليا الله. داك صاحبتها بقات فيها، قالت لها لا، وهذا اللي غلط معاكي، خاصك تصلحوا الغلط ديالكم وهذا. ودابا راه جايه واحد يعني واحد اللي ولد في الطريق ولا البنيه، المهم جاي واحد المولود في الطريق، كي خاصكم تصلحوا الغلط ديالكم ما يفوت الفوت. هذه بقات جالسه كتشوف فيها، بقات عليها. قالت لها شكون هذا؟ صاحبتها بقات مصدومه، قالت لها اخي قولي شكون هذا، واش كنعرفو، واش شكون؟ هي تنطق، قالت لها كتعرفيه وكتعرفيه بزاف. قالت لها شكون؟ هي هضري شكون؟ بقات مصدومه، وفي الاخر هي تقول لها راجلك. الاخرى بحال ضربتيها بالتصرفيقه، راجلي. ما سيقاتش، تصدمات. كيفاش راجلي؟ قالت لها راجلك. قالت لها لا ما يمكنش، وانتي كتكذبي، وهذه هي الصحبه، بغيتي تحطي الباطل على راجلي، وبغيتي ديري وبغيتي تفعلي وبغيتي تركي. الاخرى بقات كتبكي، كتقول لها لا راه راجلك، راه شنو وقع بيناتنا، واشنو وقع بيناتنا، واشنو وقع بيناتنا، واشنو وقع بيناتنا. عرفتي قال لك جات هاد الضربه من كل من جوج جوايات. الضربه الاولى من صاحبتها اللي بكثر من اختها، والضربه الثانيه مع راجلها اللي مشاركه معاه العشره. عرفتي قال لك تصدمات ما عرفات باش غادي. صافي تصدمات. جا راجلها، حطوا داك الشيء فوق الطبله كيف ما كنقولوا. المهم قال لها صافي عجباتني وبغيتها، ودابا اللي عطا الله عطا الله. دابا شنو؟ واش موافقه تعطينا الموافقه ناخذها؟
اولا غادي نطلقك. قال لك بقات كتشوف كتقول ها انا عطيتها الموافقه، ما غاديش كاع تبرد ليا داك الشمته ديال ان صاحبتي دخلتها لداري وغدراتني، والشمته الكبيره ديال ان راجلي اللي تيقع فيه غدرني. قالت لي بغيت كنشوف هكا صافي، قالت لي جمعت حوايجي وقالت له طلقني. قال لك وطلقات مسكينه وهو مشى خدا صاحبتها وولدات، ودابا قال لك عندها وليد. هذه هي القصه ديالها، الله يكون معاها والله يصبرها، وربي راه ما كيسد باب حتى كيحل البيبان، والله يجيب لها شي ولد من الناس اللي ما احسن منه واللي يعرف بالقيمه ديالها. وكنصحها ونعاود نصحها ونقول لها ما تثقيش في الصحابات، ما تدخليهمش لدارك. وحتى لهنا غتكون القصه ديالها سالات. الا عندكم شي نصيحه ليها خليوها لها في لي كومونتير. نتلاقاو فيديو خير اخر ان شاء الله، فيديو خير ان شاء الله، فيديو اخر ان شاء الله مع قصه جديده.